بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي سواء أدبي أو أزهر، ده اللي بنقول عليه المتغير الطبيعي المعياري. لو جالي لام صاد أقل من 1.45، أنت مفروض هتروح ترسم الرسمة ده اللي هي لجميع المسائل، والواحد 145 ده هتكتبه في أهو 145 هتكتبه في الجزء الموجب، أدي واحد علامة، أدي 45%، أدي. طيب كلمة أقل يعني هظل ده كله لعند السالب ما لا نهاية. جميل. يبقى انت هتجيب مساحتين، هتجيب المساحة المعروفة عندك اللي موجودة ده أصلا اللي دي 5/10، يبقى دي هتبقى عبارة عن 5/10 زائد، وهتبص في الجدول تحت 1.4 وبعدين 5%، هتلاقيها 4265، 4265 وبعدين هتجمعهم يبقى دي 5 6 2 9. طيب يا مستر انا مش عايز اعملها كده، انا عايز آلة حاسبة تنجزني. هتروح جاي على الآلة كده بسرعة، ضغط على المود وبعدين على التلاتة وتخزن، بس ما تعملش حاجة خالص، وبعدين بسرعة ادي شيفت 1 5. هتلاقي كلمة البي، هتضغط على البي على زر رقم 1، ادي رقم 1، هتكتب العدد بتاعك كانت 1 علامة 4 5، اقفل القوس وقول له يساوي. نفس الحالة يا مصر اهو 9264 وفي 7، فالسبعة تجرب 1 فهو نفس الحل اهو على الآلة اهو. ف9 2 6 5 يبقى ده الحل بتاعك، وبلاش تخزج عينيك في الجدول. طيب تمام. طيب يا مستر لو كانت لام صاد أقل من سالب 84%، فأنت هتروح على الرسمة، قلت لك المعتادة بتاعتنا يعني سالب 84 هتنحط في الجزء اللي بالسالب، ادي سالب 84% أهو. وبرضه أنت عايز الأقل، يبقى هناخد لعند السالب ما لا نهاية. مش تنسى دي كلها ب5/10. يعني انت المفروض لما تروح تحلها مقالي هتقول مفيش هنا مقالي، دي كله يختار 5/10 ناقص، هتبص في الجدول تحت 8/10 4%، هتلاقيها 2995، ادي 5 9 9 وبعدين هتطرحهم هتطلع 2005. طب انا عايز اجيبها يا مستر بالآلة، مش خلاص احنا خلاص عايزين نجيب بالآلة. خلاص هتضغط على المود زي ما اتعلمنا، وبعدين 3 وبعدين اي سي، بس تروح على شيفت 1 5، هتلاقي كلمة البي على زر 1، اضغط على الواحد، اكتب الرقم بتاعك زي ما هو بالظبط، سالب علامة 8 4، اقفل القوس وقول لها يساوي. قفلت القوس مثلا قلت لها يساوي اهو 2004 5، فالخمسة تجرب 1 يديك نفس الحل اهو 2005 اهو ما تتعبش نفسك، بس دي من 10000 على فكرة اهو نفس الحل، فمش تتعب نفسك. اشوفكم في